أنا سوسن. أنا عايشة في القاهرة، بس روحي دايماً بتطير على البلد. أنا دلوقتي عندي 25 سنة بالتمام والكمال، ويمكن ده اللي مخلي علاقتي بأهلي وبالبلد نفسها ليها وزن تاني، مش زي زمان. دلوقتي كل زيارة ليها طعم مختلط بين الهدوء والخوف من المستقبل اللي مستنيني في القاهرة. القاهرة دي عاملة زي السباق اللي مش بيخلص، وأنا نفسي آخد استراحة منه. كل سنة الشنطة بتتحضر والرحلة بتبدأ. كل حاجة في البلد دي بتفكرني بالبراءة والسهولة، بتفكرني بجدي وجدتي، وبالذات بخالي خليل. خليل ده حكايته حكاية. هو أكبر مني ب5 سنين بالظبط، زي فرق الخبرة بين واحد عايش في البلد وما خرجش منها، وواحدة زيي عاشت في العاصمة. خليل ده كنت دايما بحس معاه إني بتكلم مع نفسي، مش بيحكم عليا، بيسمعني وبيفهمني. كان في بينا نوع من التفاهم الصامت اللي بينسيني إنه غالي أو إنه أكبر. وصلت المحطة والجو كان ضربة شمس هدية. لقيت خليل واقف بابتسامته اللي بتطمن. أول ما شافني عينه نورت وجري عليا كأنه ما شافنيش من 5 سنين. قال لي بصوته الدافي: يا مرحب يا نور البلد، أنا كنت بعد الأيام. إيه ده أنت جايبة هدوم 60 يوم ولا إيه؟ ضحكت غصب عني. قلت له: ما تسألش، لازم كل حاجة معايا. قال لي وهو بيشيل الشنطة: المرة دي إقامتك طويلة ولا زي كل مرة؟ قلت له وأنا ببص حواليا: أنا جاية أعيش هنا يا خليل، مش مجرد زيارة. وإحنا ماشيين الطريق كله كان ضحك وهزار، بس المرة دي حسيت إن في حاجة متغيرة فيه. في شرود بيظهر في جاه عينيه ويختفي بسرعة أول ما يبص لي. كنت بحاول أسأله، بس هو كان دايما بيهرب من الإجابة. هل دي مشكلة شغل ولا حاجة مالية؟ كنت حاسة إن خليل شايل جبل على كتفه، ونفسي أشيله معاه، بس مش عارفة إزاي. همسات القلق كانت بتزيد كل ما نقرب من البيت. وصلت وأنا فرحانة بالوصول، بس قلبي كان مشغول بالسر اللي خليل مخبيه. كل حاجة كانت هادي، بس الهدوء ده كان كاذب. كنت عارفة إن في عاصفة جاية. الاستقرار في البلد أخد مني وقت، بس الهدوء كان نعمة. يوم الصبح بدري والشمس لسه بتنور الدنيا، جه خليل ووشه كله حماس مصطنع. قال لي: يا سوسن، إيه رأيك ننزل نجري شوية في الغابة، نشم الهوا النضيف ونتكلم شوية على انفراد؟ الكلمتين دول شدوني. حسيت إن دي الفرصة عشان أعرف إيه اللي شاغل باله. وافقت بسرعة، جهزت نفسي، لبست رياضي، وكان هدفي الوحيد إني أفتح معاه الموضوع. خليل سكت وبص في الأرض كأنه بيتكلمها. قال: أنا غبي ومتهور، أنا عملت كارثة في حق جدي والعيلة كلها. الصدمة خلتني أقف مكاني. قلت له: كارثة إيه يا خليل؟ اتكلم، أنا مستعد أسمعك. بصلي تاني، بس المرة دي الدموع كانت بتلمع في عينيه. النظرة اللي كانت فيها خفة دم زمان دلوقتي فيها عجز رهيب. حسيت إن ده مش خليل اللي أعرفه، ده واحد غريب، واحد على حافة الهاوية. الغابة اللي كانت مصدر راحة اتحولت فجأة لمكان كشف عن أسرار مرعبة. الخوف بدأ يتسلل لقلبي. كنت حاسة إن القصة دي أكبر من مجرد مشكلة صغيرة. قعدنا جنب شجرة ضخمة، ضلها كأنه خيمة حزن مغطيانا. خليل قعد وحط راسه بين إيديه، كأنه بيجمع آخر ذرة شجاعة عنده عشان يتكلم. قال لي بصوت متقطع: انتي عارفة إن جدي كان بيجهز لي فلوس عشان أعمل مشروع العمر بتاعي، مشروع المخازن الجديدة اللي هو كان بيحلم بيها؟ قلت له: الفلوس دي كانت الوديعة الكبيرة، 900,000 جنيه بالتنام والكمال. كنتي عارفة إنها طوق النجاة ليك. رفع راسه وعينه كلها ندم وألم، وقال: أنا سرقت الفلوس دي يا سوسن. الجملة دي كانت زي الصاعقة، الغابة كلها لفت بيا. قلت له بصوت هامس: إيه اللي انت بتقوله ده يا خليل؟ إزاي؟ وليه؟ حكى ليا وهو بيشهق. دخلت في صفقة فاشلة مع ناس كبار، ناس أنا ما كنتش قدهم. خسرت فلوسي كلها في ظرف 3 أيام. وبعدين بدأت أفكر إزاي أخرج من الورطة دي. الشياطين لعبت في دماغي، وفكرت إن الوديعة دي هي الحل الأخير. سحبت المبلغ كله بتوكيل قديم، والناس دي أخدت الفلوس. دلوقتي أنا متراكم عليا ديون تاني، والوديعة راحت كلها. صمت رهيب خيم على المكان. كنت حاسة إن دي مش مجرد فلوس، دي كانت ثقة جدي اللي لا تقدر بثمن. جدي اللي عاش عمره كله عشان يجمع القرش ده. قلت له بعتاب: طيب وإيه المطلوب مني دلوقتي؟ أروح أقول لجدي إنك سرقته؟ دموعه نزلت على خده وهو بيقول: انتي الوحيدة اللي تقدري تنقذيني
وتنقذي العيلة يا سوسن. لو جدي عرف هيموت، ده عنده مشاكل في القلب، انتي لازم تساعديني. قلت له بخوف: ازاي؟ قال لي بنبرة فيها رجاء وتهديد مبطن: أنا عندي فرصة شغل في مشروع ضخم في دولة خليجية، هقعد هناك 4 سنين أجمع الفلوس وارجعها كلها، بس محدش لازم يعرف حاجة. وهنا يجي دورك يا سوسن. سكت لحظة وبعدين كمل: انتي هتفضلي هنا في البلد وهتمثلي قدامهم انك بتحبيني، هتقولي انك السبب في سفري واني رايح احقق حلمنا المشترك. مصدومة قلت له: يعني عايزني امثل اني خطيبتك؟ قال لي برجاء: ده الحل الوحيد، لو عملت كده محدش هيشك وجدي هيصدق اني سافرت عشان الشغل. كنت بين نارين، نار الفضيحة ودمار جدي ونار الكذب والتمثيل. في الآخر قلت له بصعوبة: طيب بس لو رجعت وما عملتش اللي وعدتني بيه، أنا اللي هروح أعترف بكل حاجة.